إحنا بنأجل مش لإننا كسلانين، بنأجل لإن في خوف، يا إما خوف من الفشل، خوف من الحكم علينا، أو خوف من التغيير، فبنقنع نفسنا إن الوقت مش مناسب دلوقتي. لكن الحقيقة الوقت مش هيبقى مناسب أبدًا، لإنه هيبقى دايمًا في سبب للتأجيل، زي الفلوس مش كفاية، الظروف صعبة، الناس هتقول عليا إيه، أنا لسه مش جاهز. وكل يوم بيعدي الحلم بيبعد خطوة، مش بيموت على فكرة، لأ، ده بيتحول لندم. في ممرضة استرالية اسمها بروني وير، اشتغلت سنين طويلة مع مرضى في آخر أيامهم. سألت ناس كتير قوي قبل ما يموتوا ايه أكتر ندم في حياتكم، ونشرت على فكرة كتاب اسمه The Top 5 Regrets of the Dying. تعرف أكتر ندم كان ايه؟ مش يا ريتني اشتغلت أكتر، ولا لأ، ده كان يا ريتني عشت الحياة اللي أنا عايزها، مش الحياة اللي الناس توقعتها مني. وتاني ندم كان يا ريتني ما أجلتش سعادتي. الناس دي مش ندمانة إنها فشلت، ندمانة إنها أصلا ما جربتش.